انا مستغرب جدا امتحان اللي جه في الثانويه العامه بتاع الانجليزي بالمنظر ده. ناس متمرمطه طول السنه وفلوس وبهدله ودروس، وفي الاخر يجي امتحان وناس طلعان عين اهاليها عشان يجي امتحان في الاخر يدمر احلامهم كلهم واحلام اهاليهم كلهم. يعني الطلبه تحت ضغط نفسي وبهدله ودروس وصيام ورمضان، بتيجي برضو انت كمان ما ترحمهمش. مش كفايه نظام التعليم اساسا كله غلط؟ مش كفايه ان احنا اساسا نظامنا بره التصنيف العالمي اساسا؟ تخيل انت نص درجه ممكن تخلي بني ادم حلمه يتدمر. تخيل انت نص درجه ممكن تحول من شخص لشخص تاني خالص. اي امتحان في اي دوله في العالم عشان يحدد مستوى الطلبه، يشوف الطالب ده يستحق يعمل ايه بالظبط، يستحق يشتغل ايه، مش عشان يدمر نفسيه الطلبه، مش عشان يعقدهم. تخيل انت معايا كده ان معظم اللي شغالين في وزاره التربيه والتعليم ما يعرفوش يحلوا الامتحان ده اساسا. انت متخيل واحد دخل امتحان زي ده وتعقد، الفتره الجايه هيعرف يحل اساسا؟ هيبقى عنده نفسيه يذاكر اساسا؟ هيبقى عنده امل؟ ليه تاذي نفسيه الناس دي كلها؟ ليه تبقى قاعد سبب في ان ام تعيط اساسا لمجرد امتحان ثانويه عامه ملوش اي لازمه، في تعليم ملوش اي لازمه اساسا؟ ليه تحط طالب في السن ده عنده 18 سنه تحت الضغط النفسي ده كله؟ المشكله ان احنا عارفين ان معظم المدارس بتدي انجليزي كده وخلاص، ولازم لما نتخرج نقعد ناخد في كورسات قد كده عشان نشتغل، لاننا عارفين كل اللي بناخده في المدرسه ده سكه. تخيل انت بقى بقالك 18 سنه بتتعلم عشان يجي امتحان زي ده يدمر كل اللي انت عملته.